اهلا اهلا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الغدوه بتاعتنا حبيت اشاركها معاكم لان هي غدوه تفتح النفس. جميله جدا، يا ريت تعجبكم، ويا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان اقول لكم، علشان يوصل لكم كل جديد. احلى متابعين. عارفين ايه ده سمك بلطي. كان كبير، فاحنا قطعناه وقليناه وعملناه بالصلصة زي ما انتوا شايفين كده، بالصلصة والبصل. وطعمها بقى يا جماعة، اكيد الاكلة دي قديمة كنا بناكلها زمان، احنا ما عملناهاش بقالنا كتير فحبينا نعملها. سمك بلطي معمول في البصل والصلصة والثوم، طعمه بقى جميل جدا جدا جدا، وجربوه. ممكن السمك يكون ني، نحطه في الصينية مع البصل والطماطم ونحطه في الفرن وهو ني، وممكن نقليه تشويحة كده او يتقلي وبعد كده يتحط زي ما انتم شايفين. وعملنا جنبه بقى طبق البتنجان المخلل ده بالثوم بقى والشطة الحمراء، بقى رائع. حلو جدا جدا بقى، ويفتح كمان النفس. وهنحلي بقى بالعنب. العنب دلوقتي جميل جدا يا جماعة في السوق، الأخضر والأحمر. حلو جدا جدا. وهيعجبكم. اللي مش هياكل بقى السمك ده، في ناس بقى هتقول السمك ده تقيل وكده، ياكلوا بقى عنب وجبنة، ياكلوا بطيخ وجبنة، بطاطس محمرة. كل واحد بقى ايه ياكل اللي هيعجبه. بس السمك ده انا نفسي افكركم بيه، مش عارفه بقى انتوا عارفين ولا ايه. كنا بناكله زمان بس ما كناهوش من فتره، فحبينا بقى نعمله. شكله يا جماعه جميل وطعمه رائع رائع مع البصل والثوم والصلصه، حلو جدا جدا. حبايبي احلى متابعين، اشكركم شكرا جزيلا، ويا ريت الفيديو الصغير ده يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.